المدرب الجديد لنادي الوداد الرياضي السي عادل، مرحبا بنا عندكم، وانت مرحبا بك كذلك في السعوديه. فبغيتك تقول لي كيف جا التعاقد ديالك مع فريق الوداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على هذه الفرصة هذه. فالاتصالات كانوا قبل شويه كما تنقولوا، كان بحال تنقولوا الكلوب يسانفورم على السيتياسيون ديالي. تنعرفوا انه كان عندي انه باقي في الكلوب، ومن بعد كما تنقول الاتصالات بقات مع الوقت بقات ولات سيريو. وفريق الوداد كما تنقولوا الدار الكبيره فريق كبير. بالنسبه لي انا كما قلت لي زومبيسيون ديالي فاش خديت لي ديبلوم ديالي وكملت بانه بغيت ندخل للمغرب نفيد الكره المغربيه. والحمد لله انه كانت اتصالات كما تنقولوا بوزيتيف، زيت ايجابيه مع السيد الرئيس السي سعيد الناصري، وجلسنا والحمد لله توفقنا بانه نوصل لواحد الاتفاق باش ان شاء الله نقيد فريق الوداد البيضاوي. كانوا عندك مجموعه من العروض خصوصا من الانديه الوطنيه اللي هي بلا ما نذكر الاسماء ديالها، علاش بالضبط ماشي هذيك الانديه والوداد بالضبط؟ تيقول لك خرجت انا من 25 سنه في المغرب لا تدخل للدار الكبيره. بالنسبه لي فريق الوداد البيضاوي اكبر فريق في المغرب، هذا ما فيهش مناقشه، وحتى في لافريك. ولكن حتى الفلسفه تاع فريق الوداد البيضاوي هي كشخص انايا داكشي اللي تنحب. الجمهور طموح، الفريق اللي تيلعب على القاب. بالنسبه لي انا تنقبل التحدي. ومن المسائل الاولى اللي دفعوني الفريق الوداد بجانب هادشي اللي ذكرت هو الجمهور. نقول لك صراحه لي رياكسيون تاع الناس من بعد انه فاش كان اتصالات ومن بعد هذا، يعني انه تقدر زعما قشعريره تيقولوا بعدا جيت ايجابيه وتتمنى الثقه كبيره. فهذا تيدفع ليا تعطيني واحد الثقه كبيره وتعطيني واحد القوه انه باش نبذل اكبر مجهود. وهذا الشيء برهن لي حتى كما قلت لك انه جيت في المكان المناسب. تنعتقد انه اللاعبين ما خداوش واحد الفرصه في واحد العطله، لاعبين جدد، يعني مجموعه من توليفه. كيف غدير التوليفه باش انه الوداد تظهر في هذه البطوله بشكل جيد وتنافس على اللقب؟ وحنا كومبيناسيون كما تنقولوا، هذه ترانزيسيون كما تنقولوا، لانه يلاه السنه يلاه كملات ما كملات تنقولوا باقي لاعبين اللي مشاو لاعبين يلاه جاو باقي ما تاقلمش. هذا بالنسبه للظروف ديالي انايا كان حتى لاخر لحظه عاد عطاني الكلوب ديال بيرميسيون. هذو ظروف اللي صعبه، هي ظروف اللي صعبه، ولكن تجي كاس العرب كفريق الوداد البيضاوي غادي تحاول ما يمكن رغم الظروف انه تبذل ما يمكن باش نديروا هنا واحد النتيجه اللي ان شاء الله نشرفوا بها الجمهور الودادي. هذه هذا مدرب وكشخص كما قلت لك عزيز عليا التحدي، عزيز عليا هذا. جو سوي رياليست، ولكن الهدف ديالي هو انه في هذه الظروف وهذه المجموعه اللي عندي نحاول ما يمكن نجيب لو ماكسيموم. لو ماكسيموم غادي نشوفوه ان شاء الله. من بعد غادي ان شاء الله نحاول ما يمكن نشرفوا الكره المغربيه والجمهور الودادي ان شاء الله. الان هذه المده اللي قضيتيها فين بان لك المراكز الخصاص اللي مازال الوداد خصها تقوى فيها والميركاتو مازال مفتوح؟ صراحه انا هذا الشيء قلته من الاول للسيد الرئيس، انه كاين ان ديفونسور سونترال، كاين انه تلعبوا مباريات كثار وتيكون دي بليسيور. ان اتاكون دو بوين حتى هو سي تري امبورطون، حتى طريقه اللعب اللي تنبغي نلعب بها. on a un attaquant ou de préférence un autre attaquant. ولما لا الا كان حتى في ميليو تيران ان جوور. ما لي دو برينسيبو هو ان ديفونسور سونترال ان اتاكون، ولما لا حتى ان غارديان دو بيوت. جمهور الوداد دوز موسم صفر للاسف بدون لقب. الان ربما تشوف عادل رمزي هو المنقذ، لانه ربما يعيد الوداد لمنصه التتويج. فاش ممكن تقول الوداد في هذه الظروف اللي جيتي فيها انت؟ انا قلتها في اول ندوه صحفيه ليا، وماشي تنوعد الجمهور الودادي، تنوعد 3 ديال المرات انه غادي نبذل اقصى ما جهد ديالي. السنه اللي فاتت كما دازت خاويه الوفاض كما تنقولوا، والجمهور متعطش والثقه كما قلتي فيها كبيره. غادي نحاول ممكن باش نكون عند حسن ظن الجمهور الودادي. غادي نبذل اكبر ما بالجهد ديالي، وتنتمنى ان شاء الله بجهد الله وبرضا الوالدين انه نفرح الجمهور الودادي. كاخر سؤال، الحظوظ اللي تشوف شكون الفرق اللي تشوفها ان مرشحه تفوز باللقب؟ شنو هي الحظوظ ديال الوداد في هذه البطوله هذه؟ كاينين فرق كبار، كل فريق عنده الظروف ديالو. المنافسه غادي تكون كبيره. حنا فريق كبير اللي عنده السمعه ديالو. غادي نشوفوا كيفاش غادي تمشي البطوله.
ما نقدرش نقول لك انه كاين فريق اللي هذا. تنظن انه الدور الاول جد مهم، تنظن انه الا تعديتي الدور الاول انه غادي تولي الحظوظ اكبر، الا انه كاين فروق كبيره. الا نشوفوا حنايا الجروب ديالنا فيه 6 القطري اللي فريق كبير، فيه الهلال السعودي فريق كبير، حتى الفريق الليبي وحتى الفرق الاخرى في المنافسه كما قلت لك غادي تكون صعيبه. اللي يحاول يجاري المنافسه في الدور الاول تنظن غادي يكون عنده الحظوظ كبير باش يوصل للمراتب عاليه.